بصراحة أنا مش عارف أبدأ منين. ساعة فيها 20 ميزة إضافية متجمعة في موديل واحد فقط، ومش موجودة في أي موديل كنا عرضناه قبل كده أو حتى كان موجود في مصر. أكتر ساعة ميرور من الأبل الأصلية في المواصفات، في الحجم، في حاجات كتير جدا جدا هنعرضها في الفيديو ده، وكمان في تجارب عملية كتير على الساعة دي هنعرضها برضو في الفيديو ده. لو محتاج أكتر مواصفات من الأبل الأصلية متجمعة في موديل واحد فقط، تابع معانا الفيديو ده وانسى كل القديم. في البدايه اسم الساعه هو اي بي 8 الترا، اي بي 8 الترا. الساعه دي اول حاجه بتتميز ان هي اكتر محتويات موجوده في العلبه بتاعتها هي الساعه دي. يعني فيها عدد 2 استراب وفيها كفر حمايه كمان، استراب السيليكون المضلع والاستراب القماش الاصلي بتاع الابل الاصليه، وكمان كفر حمايه سيليكون اللي هو الشفاف. الساعة دي أكتر ساعة مقاومة للمية عن كل الساعات اللي كنا عرضناها قبل كده في درجة مقاومة المية. بالاضافه كمان ان هي فيها سنسور طرد الميه او سنسور طرد قطرات الميه، بحيث لو في اي قطرات دخلت من الفتحات اللي موجوده في الساعه نفسها تقدر تطلع القطرات اللي موجوده دي من خلال السنسور اللي موجود فيها، وده طبعا مش موجود في ساعات تانية كتير جدا ويكاد يكون مش موجود في اي ساعه. تقدر تتحكم فيها بشكل كامل في الايربود، يعني لو موصل ايربود مع الساعه نفسها على الموبايل تقدر تتحكم بشكل كامل من خلال الساعه، سواء في الاغاني او في المكالمات. وده يقول لنا كمان ان الساعه اقدر اوصل مع الساعه في نفس الوقت، اوصل الساعه والسماعه وعربيه كمان لو عايز اوصل، بالاضافه لاثنين اوبشن كمان اللي هو السبيكر نفسه بتاع الموبايل والسماعه بتاع الموبايل. 5 حاجات تقدر توصلهم في نفس الوقت. الساعه طبعا بتعمل على كل الموبايلات الاندرويد والاي او اس بكل كفاءه. كمان الساعه بتتميز ان فيها عدد 2 وضع اولويز اون ديسبلاي، وده مش طبيعي اصلا موجود في الساعات الثانيه كلها، كان موجود في عدد قليل. لكن الاختلاف كمان عن كده ان الاثنين وضع اولويز اون ديسبلاي دائم وغير مرتبط بمده محدده. يعني الوضع الاول اللي كل الناس عارفاه اللي هو الشاشه تكون اسود زي ما احنا شايفين كده، والعقرب اللي هو الوقت نفسه يكون ظاهر، وده الوضع العادي المعروف. الوضع الثاني اللي هو الخلفيه نفسها بتاعت الساعه، سواء بقى خلفيه من الساعه او خلفيه بصوره شخصيه، تفضل الساعه مضيئه الى ما لا نهايه حتى تفصل الساعه من الكهرباء او من البطاريه بتاعتها، ده بيميز الساعه دي عن كل الموديلات اللي موجوده. كمان الساعه بتتميز ان هي طبعا فيها مسامير، لكن الزرار اللوك نفسه حديد غير خامه الزرار اللوك اللي كان موجود في الساعات اللي قبل كده. طبعا ميزه الزرار اللوك ان هو بيخليها تقبل اكسسوارات الابل الاصليه ويخلي الاستراب نفسه يكون ثابت، لكن ميزه بتاعته ان هو خامته اعلى من خامه الزرار اللي كان موجود في الساعات قبل كده، فبالتالي يقدر يعيش معاك مده طويله وما يتاثرش باي ضغط او حركه او اي حاجه من الحاجات دي كلها. الساعه كمان بتتميز ان هي فيها بوصله، برضو مش كل الساعات اللي كانت موجوده قبل كده فيها البوصله. كمان الساعه بتتميز ان هي نفس حجم الابل الاصليه بالظبط، وده نقدر نعرفه من خلال الاكسسوارات الخاصه بالابل الاصليه، سواء الاسترابات او حتى السكرينات، والاهم من ده كله الكفرات نفسها. الكفر نفسه كان بيفرق من ساعه لساعه، يعني مثلا ساعات الاكس 8 الترا او الاكس 8 بلس او البي ام ال او غير الموديلات دي كلها، تلاقي معظم الكفرات بتاع الابل الاصليه بتتحرك وهي الساعه جواها، فما تكونش مش نفس الحجم بالملي. انما الساعه دي بتتميز ان هي نفس حجم الابل الاصليه بالظبط، وتقبل كل اكسسوارات الابل الاصليه بالملي. الساعة كمان بتتميز بالبرنامج بتاعها عالمي، كل الخلفيات اللي موجودة على البرنامج بتاعها كلها مجانا. اقدر كمان احط اي خلفية بصورة شخصية على الساعة نفسها. بالاضافة طبعا ان الساعة اي اسم موجود على الموبايل، عندك 1000 اسم 10000 اسم ايا كان عدد الاسماء، كلها هتظهر لما يتصلوا على الساعة نفسها. الاسم هيظهر طالما متسجل على الموبايل. مش بس كده كمان، ده حتى الاسماء الفيفوريت كونتاكتس اللي كانت بتتسجل على الساعه بعدد 8 اسماء في الساعات الثانيه، هنا بيبقى اكبر عدد من الاسماء دي كلها، بيبقى 20 اسم غير كل الساعات الثانيه كلها بيتسجل على الساعه، بحيث ان انا اقدر اسجل اكتر عدد من الفيفوريت كونتاكتس او الاسماء المفضله. الساعة كمان فيها توقيت اللي هو 12 ساعة و24 ساعة، وده بيميزها عن ساعات الاتش كي. الساعة كمان ستيبل قوي في المكالمات بتاعتها، وكمان ستيبل قوي في الاشعارات اللي موجودة فيها، وده ايضا بيميزها عن ساعات الاتش كي، لان كان دايما الناس بتشتكي من ساعات الاتش كي فيها مشكلة في الاتصال بتاعها، بيفصل اتصال البلوتوث بتاعها، وكمان فيها مشكلة في التوقيت 12 ساعة و24 ساعة، وكمان فيها مشكلة في موضوع الاشعارات بتاعتها، اللي مش كل الاشعارات بتيجي على الساعة نفسها. كمان الساعة فيها الزرار الجانبي اللي هو الخاص بالفيفوريت، ان انا بسجل عليه اكتر حاجة بستخدمها في الساعة. الزرار ده بيقدم لي ميزتين مش ميزة واحدة فقط، يعني لو ضغطت ضغطة واحدة ممكن يجيب لي اوبشن، ولو ضغطت ضغطتين ممكن يجيب لي اوبشن تاني، بحيث لو انا بختار اكتر حاجتين انا بستخدمهم، مثلا سيري، الرسائل، المكالمات، اي حاجة من الحاجات دي بقدر احددها من خلال الزرار ده. ايضا الساعة فيها العاب، والعاب مختلفة كمان عن كل الموديلات اللي كانت موجودة قبل كده. كمان الساعة فيها ميزة إضافية، لو أنا باجي أتصل من الموبايل نفسه
المكالمه نفسها بتبقى ظاهره على الساعه، بحيث ان انا لو عايز احول المكالمه من الموبايل للساعه اقدر احولها على طول. ده مش موجود في الساعات التانية اصلا، لان الساعات التانية المكالمه ما بتجيش على الساعه الا لو اتصلت من الساعه نفسها او حد اتصل عليا، انما مجرد ما اتصل على الموبايل المكالمه ما بتجيش على الساعه خالص. ودي ميزه مهمه جدا. كان في ناس بتبقى عايزه ان هي تتصل من الموبايل وخلاص، انا اثناء المكالمه عايز احول المكالمه من الموبايل للساعه، ده ما كانش موجود خالص في كل الموديلات اللي كانت موجوده قبل كده. ده موجود ايضا في الساعه. كمان بتتميز ان الشاحن بتاعها، كابل الشاحن بتاعها خامته اعلى خامه عن كل الساعات اللي كانت معروضه قبل كده. الخامه بتاعته قماش مش سيليكون عادي خالص، فدايما الناس كانت بتشتكي من الخامه نفسها بتاع الشاحن، وبالتالي بتضطر ان هي تغيره كل فتره، يعني 3 شهور 4 شهور بتقدر تغيره علشان هو ما استحملش معاهم او اتقطع. انما ده خامته عاليه جدا جدا ويقدر يستحمل لاطول فتره ممكنه. ايضا الساعه بتتميز ان هي فيها قياس لحراره الجسم، وايضا فيها متابعه للبيريود للاناث. الساعه ايضا بتتميز ان هي 5 اشكال وانماط للقائمه الداخليه. معظم الساعات ايضا كان يا اما 4 اشكال او 3 اشكال، وده كان بيختلف من موديل لموديل تاني. فالساعه دي فيها 5 اشكال. كمان عاملين تجربه عمليه على صوت المايك بتاعها والسماعه في المكالمات عشان نقدر نعرف قد ايه صوتها واضح في المكالمات، سواء اللي بيسمعنا بوضوح او احنا لما بنسمعه ايضا بوضوح والصوت يكون واضح جدا. يلا بينا نجرب الساعه على المكالمات عشان نقدر نعرف صوتها واضح قد ايه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سوري؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ كله تمام؟ والله الحمد لله بخير، تمام زي الفل. انا دلوقتي بجرب الصوت بتاع الساعه الاي بي 8 الترا في المكالمات. انت سامعني كده كويس؟ انا سامع صوتك بوضوح جدا. انت سامعني كويس؟ الصوت واضح جدا جدا عندي، سامعك كويس. انت سامعني كده تمام؟ انا سامعك كويس جدا. ماشي يا حبيبي، احنا بس كنا بنجرب المايك كده والسماعه بتاعت الساعه الاي بي 8 الترا. شكرا. ماشي اتفضل. شكرا يا ريس حبيبي، شكرا. السلام عليكم. وده بالاضافه طبعا للمزايا المعتاد عليها زي استقبال الاشعارات، برامج الواتساب والفيسبوك والرسائل العاديه والايميلات، رسائل بتيجي بلغه عربيه صحيحه وسليمه. الساعه فيها اكتر من لغه من ضمنها اللغه العربيه والانجليزيه. بالاضافه كمان ان الساعه فيها متابعه للطقس، الساعه فيها آلة حاسبه، الساعه فيها متابعه للانشطه الرياضيه، الساعه كمان فيها متابعه لحرق السعرات الحراريه وكمان حرق الكالوريز والخطوات. ايضا الساعه تدعم القياسات الطبيه زي نبض القلب، الاكسجين في الدم، ضغط الدم. وكالعاده جملتنا المعروفه ان الساعات تدعم القياسات الطبيه ولكنها غير دقيقه وغير معتمده، لان صحه الناس امانه لا يستهان بها. وبكده نكون عرضنا لكم كل التفاصيل الخاصه بالمنتج اللي موجود معانا اي بي 8 الترا. لو محتاج المنتج او محتاج اي مواصفات عنه او محتاج تستفسر عن التفاصيل الخاصه بالمنتج ده، تقدر تنورنا في مقرنا بالهرم موبي فون، او تراسلنا على الفيسبوك على الماسنجر، او تراسلنا على الانستا، او تكلمنا تليفونيا او على الواتساب، واحنا نوفيك بكل التفاصيل كلها.